ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هند احمد على القناه حياتك احلى من عند حد. هعمل معاكم النهارده لبن بالشوكولاته زي اللي بنشتريه من بره واحلى كمان. ركزي معايا في التفاصيل ومش معايا خطوه خطوه. اول حاجه دي الكوبايه اللي انا هقيس عليها كميه اللبن. تمام ماشي. وهستخدم لبن خالي الدسم. عايز تستخدمي لبن كامل الدسم مفيش مشكله. لو هتستخدمي لبن بودره يبقى الكوبايه دي هتحطي عليها 3 معالق صغيرين لبن بودره. تمام. وهستخدم كاكاو كورونا وده بيدي لي طعم مميز قوي 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 للكاكاو. ده احسن كاكاو انا بستخدمه اللي هو كاكاو كورونا. مليت 3/4 كوبايه كده لبن زي ما انتم شايفين. عشان ايه؟ لما هيتضرب في الخلاط بيعمل رغوه. حطه كده في الخلاط. هنحط 3 معالق مليانين من الكاكاو. خلاص كده زي ما شايفين. دي بقى ايه؟ اقدمه. بصوا كويس ان انا عملت 3/4 كوبايه. عشان ايه كده؟ مالك كوبايه بيعمل رغوه زي ما انتم شايفين كده. ومش محتاج تحطي معاه سكر. عايزه اقول لكم ان الكاكاو اصلا مسكره مظبوط جدا جدا جدا. يا دوبك بتحطي اللبن والكاكاو بس كده. ده شكله بعد التقديم. قدميه بألف هنا وشفا. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم زي بتاع بره واحلى كمان. بس تستخدموا معاه كاكاو كورونا ومش محتاج تحطي عليه سكر. هو اصلا محلى من غير سكر. طعمه جميل جدا جدا جدا. وكل اللي عملته لهم وجربوه ما كانوش مصدقين ان انا عاملاه في البيت. ان شاء الله تجربوا الوصفه دي وتعجبكم ان شاء الله. لو عجبك الوصفه لايك واشتراك في القناه وريت تدعموني بالاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.